اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم كيك هش جدا اسفنجي زي ما انت شايفه بالشكل ده. امشي بنفس الطريقه والمكونات اللي انا هقولك عليها هيطلع معاكي ناجح من اول مره. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي كوبايتين ونص من الدقيق يكون منخول، كوبايتين ونص بالكوب المعياري، 4 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه زيت ذره، كوبايه لبن سخنه، كوبايه صغيره من النشا ودي مهمه جدا، عندي معلقه خل، عندي ذره ملح، و2 كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. حضرت بوله وهبتدي انخل الدقيق، انا هنخله مرتين، دي اول مره. هنزل بعد كده على كوبايتين ونص من الدقيق بكيس من البيكنج باودر وذره من الملح وكوبايه النشا الصغيره، ودي مهمه جدا بتساعد على هيشان وارتفاع الكيكه، بتبقى هشه جدا يا جماعه. محضره عندي شفشق الخلاط، نزلت بال4 بيضات مع معلقه الخل وكيسين من الفانيليا وكوبايه السكر، وهبتدي اخلطهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه من زيت الذره وهستمر في الخلط لما يبقى معايا قوام بالشكل ده كده. هجيب عندي بقى الدقيق، وزي ما قلت لك انا الدقيق نخلته مره ودي المره التانية برضو نخلته، هنزل عليها بقى بالخليط زي ما انت شايفه بالشكل ده. هبتدي اقلبه بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد، انا مش هنزل بالخليط مره واحده عشان ما يكلكعش ويتقل معايا. زي ما انت شايفه بالشكل ده. الطريقه دي سهله جدا وطريقه ناجحه بجد، هيطلع هش جدا. محضره عندي بقى كوبايه اللبن، واللبن يكون سخن، اهم حاجه اللبن لازم يكون سخن، ده سر من اسرار ارتفاع وهيشان الكيكه. هبتدي انزل بقى باللبن جزء جزء، مش هنزل بيه مره واحده، وابتدي اخلطهم بالشكل ده لحد ما يبقى القوام معايا زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك من وصفاتي. بعد ما خلطت الكيك بالشكل دوت، هجيب عندي بقى صينيه المونيا. الصواني الالمونيا بتبقى حلوه قوي في تسويه الكيك، انا دهناها دهنه زيت، مش هتحطي ولا دقيق ولا اي حاجه تانية. نزلت بالكيك زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب عندي بقى خله الشيش طاووق وهبتدي اعمل خطوط رايح جاي بالشكل ده كده، علشان ما يكونش فيه اي فراغات بداخل الكيك. هدخله الفرن على درجه حراره 180 درجه، هياخد من 35 ل45 دقيقة. أول ما يطلع هيبقى معايا بالشكل ده، مش عايزة أقولك على الريحة والارتفاع بتاع الكيك قد إيه أهوت. هسيبها بقى تبرد وبعد كده قلبتها، بصي لونها ذهبي ازاي من تحت. هبتدي اقطعها معاكي وهوريكي بقى الكيكة من جوه قد ايه هشة وقد ايه لونها فاتح، بجد كيكة تحفة زي ما انت شايفة بالشكل ده. عمر الكيك ما هيهبط معاكي لو مشيتي معايا بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها ديت. واهم حاجة ما تنسيش كوبايه صغيره من النشا، ده اللي بيخلي لونها فاتح كده وهشه ومرتفعه، بجد طعمها حلو قوي. امشي بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها، الكيكه هيطلع معاكي ناجح من اول مره. لو عجبتك اكتبي لي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير. السلام عليكم.